مسا على كل عشاق دحيح الافلام. فيلمنا النهارده اسمه ستيفاني. بيبتدي فيلمنا وبنشوف مع بعض طفله اسمها ستيفاني، وبتكون عايشه لوحدها وبتبقى واخده بالها من نفسها. وستيفاني بيكون معاها سلحفه بتتونس بيها وبتحبها جدا، وبيكون مسميه السلحفه بتاعتها فرانسيس. واليوم بتاعها العادي بتفضل تتفرج على الكرتون المفضل ليها وبتعزف على البيانو وبتعمل لنفسها اكل وعصاير، ولما بتخلص كل اللي وراها بتروح تلعب مع السلحفه بتاعتها فرانسيس. وبعد كده بنشوف مع بعض ستيفاني وفي يوم وهي بتتفرج على الكرتون اللي هي بتحبه، ولما بيخلص بتشوف الاخبار وبتلاقي ان هم بيتكلموا عن حياه العالم، وان العالم حياته بقت متدمره وبائسه خالص بسبب قوات خارقه دمروا البلد ودمروا كل المدن. وبيقولوا كمان في الاخبار ان هم هيعملوا عزل قوي جدا هيفرضوه على البلد، وبيمروا الناس انها تقعد في بيوتها وما يتحركوش منه ابدا حتى لو ايه حصل. بس في نفس اللحظه دي ستيفاني ما بيكونش فاهمه الكلام بتاع الاخبار، فمش بتهتم خالص وبتقلب القناه وبتجيب قناه الكراتين تاني. لما بتخلص وبتقوم تدور على حاجه تاكلها بتكركب الدنيا خالص وبتوقع الاكل في الارض والازاز بيتكسر وما بتهتمش خالص، وزيها زي اي طفله. لكن على قد ما هي عايشه لوحدها بس ستيفاني بتكون مبسوطه جدا ومش زعلانه خالص من حاجه زي دي. وفي يوم بنشوف ستيفاني وهي بتحضر اكل ليها، لكن في نفس اللحظه دي بتسمع صوت جاي من فوق، لكن بتستغرب جدا وبتروح تشوف في ايه، فبتلاقي كوره صغيره نازله من على السلم زي ما يكون في حد بيهزر معاها. لكن ستيفاني في اللحظه دي بتستغرب جدا وبتفضل تزعق للي عمل كده وبتشتم وبتتعصب جدا وما بتكونش عارفه مين اصلا اللي عمل كده. وبعد ما بتزعق بترجع تاني للمطبخ علشان تحضر اكلها والعصير بتاعها، وفي نفس الوقت ده بتدوس على ازاز واقع في الارض وبيعور رجليها، ويا عيني علشان ما فيش اي حد يساعدها فبتضطر هي تروح تعالج نفسها، وبيكون رجليها وجعها جدا ومش قادره تمشي عليها خالص. لكن ستيفاني شاطره وبتوصل للمكان اللي فيه العلاج بتاعها وفعلا بتعالج رجليها وبتطهر الجرح اللي في رجليها. وبعد كده بنشوف مع بعض ستيفاني ولما بيجي الليل بتحضر العشاء، لكن الغريب انها بتعمله على 4 اطباق، وطبق ليها والتاني لاخوها والتالت والرابع لابوها وامها. وبعد ما بتخلص ستيفاني بتروح تدخل اوضتها علشان تنام، وبتكون مهتمه بفرانسيس جدا، وقبل ما بتنام بتحكي لها قصه لحد ما بتروح في النوم. وبنشوف مع بعض تاني يوم الصبح وستيفاني بتقعد تلعب هي وفرانسيس وبتقعدها على الارض علشان تلعب معاها استغمايه، وبتروح تستخبى من السلحفه فرانسيس جوه اوضه، والاوضه دي جواها خيمه صغيره هي عاملاها. لما ستيفاني بتخش الخيمه الصغيره بتقعد تتفرج على صور ابوها وامها واخوها، لكن في نفس اللحظه دي بتترعب ستيفاني لانها بتسمع صوت غريب جدا ومرعب، والصوت ده بيدل ان في مخلوق مرعب بره في البيت. ويعني بنشوف مع بعض ستيفاني وهي مرعوبه جدا وخايفه، وبتفضل حاطه ايديها على بقها علشان ما تعملش اي صوت علشان المخلوق المرعب ده ما يسمعهاش. لكن في نفس اللحظه دي الحاجه المرعبه دي بتقف جنب الخيمه اللي فيها ستيفاني وبتبقى مرعوبه قوي وما بتطلعش اي صوت. لكن الحاجه المرعبه دي لما ما بيلاقيش اي صوت بيمشي. وبعد شويه لما ستيفاني بتتاكد ان المخلوق المرعب ده مشي بتخرج من الخيمه بتاعتها وهي خايفه برضه. بعد كده ستيفاني بتروح عند الشباك وبتقعد تدور على المخلوق، لكن ما بتلاقيش اي حاجه، وبتخمن كده ان المخلوق ده هرب من المكان وراح ناحيه الغابه. وفي نفس اللحظه دي بتتكلم مع فرانسيس وبتقول له ان عمو العفريت ما بيحبش الصوت العالي، فبعد كده لما نيجي نلعب هنلعب من غير صوت خالص علشان ما يجيش يضربنا. وبعد كده تخرج هي وفرانسيس الجنينه وبتفضل تلعب معاها كوره، لكن في نفس اللحظه دي بتشوف الارنب بتاعها واسمه هوبر، واول ما بتشوفه بتستغرب جدا لانه هو كان في القفص بتاعه، فبتستغرب علشان بتعرف ان في حد كده فتح له القفص ويخرجه. وفي نفس الوقت ده بتقول للارنب ثواني ما تتحركش، وبتجري بسرعه تجيب له اكل من جوه علشان تاكله. ولما بتخرج للارنب بتحاول تضحك عليه بالكلام علشان يسمع الكلام وبياكل، لكن هو مفيش فايده معاه خالص وبيطلع يجري منها في الجنينه. وبعد فتره بنشوف مع بعض ستيفاني وهي بتغسل سنانها وبيكون الوقت بالليل، وفي نفس اللحظه دي النور بيقطع عليها وما بيكونش شايفه حاجه خالص، فبتجري على اوضه اخوها واخوها اسمه بول وبتمسك ايده وهي مرعوبه وبتفضل تقول له بالله عليك احميني وساعدني انا خايفه جدا. وفي نفس الوقت ده اصلا بنشوف ايد اخوها بول وشكلها غريب جدا، ولو هي مش خايفه من اي حاجه المفروض تشوف ايد اخوها دي اصلا تترعب اكتر. وبتكون ايد بول اخوها ناشفه جدا وزي ما تكون ايد واحد ميت بقاله السنه مثلا. وفي اللحظه دي لما ستيفاني بتطلب منه انه يساعدها ايده بتقفل على ايدها بالراحه، وزي ما يكون ايده دي لعبه وفي حد عمال يحركها.
وفي نفس الوقت ده بتسمع صوت جاي من بره وبتترعب جدا علشان بتشوف الارنب بتاعه وهو متعور جامد جدا وعمال ينزل في دم، فيا عيني بتخاف جدا وما بتكونش عارفه تعمل ايه. واول ما بتشوف الارنب بتاعها بتتعصب جدا وبتتضايق، وبعد كده بترجع لاوضه اخوها بول وبتفضل تقول له انت السبب في كل اللي بيحصل ده، وانت السبب في موت الارنب بتاعي يلي منك لله. وبتفضل تقول له انت كمان السبب في كل حاجه، وانت اللي خليت ابويا وامنا يمشوا من هنا. وبتتعصب عليه جدا وبتمسك عصايه وبتفضل تضرب فيه جامد جدا جدا لدرجه ان الملايه اللي عليه بتتحرك. ولما الملايه بتتحرك بنشوف مع بعض وش اخوها وبيبقى شكله متدمر فعلا، وانه بقاله كتير ميت. لا ده ما ماتش، بس ده مات واتحلل وزمانه بيتحاسب كمان. وبنشوف مع بعض ستيفاني تاني يوم بالليل والدنيا بتبقى ضلمه جدا والنور قطع تاني، وبتبقى خايفه من الضلمه قوي، وكمان في نفس الوقت الدنيا بتبقى بتمطر. فبتنزل للبدروم بتاع البيت علشان تجيب شمع تنور بيها البيت. لكن لما بتنزل البدروم ويا ريتها ما نزلت بتشوف الغساله بتاعتهم بتتهز جامد جدا واكن في حد محبوس جوه الغساله. وستيفاني في نفس اللحظه دي بتترعب جدا وبتشغل وضع الطيران وبتطلع تجري على الخيمه بتاعتها وما بتعملش صوت لحد يا عيني ما بتنام وهي خايفه. وبعد شويه ستيفاني بتسمع صوت حد بيفتح الباب بتاع البيت وبتخاف برضه، لكن في الوقت ده بتقرر انها تشوف في ايه وبتبص من تحت الخيمه وبتلاقي الميه ماليه الدنيا ومغرقه البيت بتاعها. والميه بتغرق البيت بعد الدنيا ما مطرت جامد جدا، فبتفهم ان في حد قدر يخش البيت بتاعها. وفي اللحظه دي البرق بيضرب في السماء وبيبان ان في حد واقف وراها، وهي لما بتشوف كده يا عيني بتترعب جدا وبتطلع تجري وبتروح تستخبى في الحمام وبتقفل عليها الباب. يعني بذمتك ما لقيتش مكان تستخبى فيه غير الحمام؟ المهم بعد شويه بتشوف ان خطوات الراجل اللي بره كل شويه تقرب منها اكتر واكتر، وكالعاده بتحط ايدها على بقها علشان ما تعملش صوت خالص. لكن المفاجأة الأصوات دي بتطلع أبوها وأمها وبيكونوا جم علشان يزوروها. وبعد ما بتعرف كده بتطلع من الحمام وبتسلم عليهم وبتطمن كده لما بتشوفهم، وبعد كده بتروح وبتنام جنبيهم. وتاني يوم الصبح أمها بتصحى وبتغير هدومها وبتبقى فاكرة إن ستيفا نايمة، فبتغير هدومها وهي مطمنة. لكن في اللحظة دي بنشوف ستيفاني وبيكون صاحية وبيشوف جسم أمها وهو متبهدل جدا وكله تعوير وتعذيب. وستيفاني لما بيشوف جسم أمها بتخاف جدا وبتستغرب قوي. لما ستيفاني بتقوم تشوف أبوها وهو بيعمل سور في الجنينه، فبتنزل له بتقول له يا بابا هو انت ليه بتعمل السور ده؟ ابوها بيقول لها ان انا بعمل كده علشان خاطر انقذك من العفريت وما يقدرش يخش علينا خالص. فالبت بتخاف وبتستغرب، ما هو ما فيش حد عايل برضه يقول للبت عفريت. المهم ستيفاني بتخش البيت تاني وبتخش اوضه اخوها، لكن الغريب انها ما بتلاقيش جثته خالص وبتتضايق جدا. وبعد كده بتطلع الغابه اللي جنب بيتها وبتقعد تدور عليه، لكن وهي ماشيه في اللحظه دي بتشوف المدفن بتاعه، ابوها وامها بيكونوا دفنوه. لكن هي اول ما بتشوف كده بتتعصب جدا وبتتضايق وبتفضل تحفر في الارض علشان تطلع اخوها تاني. في نفس الوقت ده ابوها وامها بيفضلوا ينادوا عليها وهي بتروح لهم، وامها بتقول لها انت خرجتي ليه ورحتي الغابه ليه من غير ما تعرفينا، وازاي تعملي كده؟ وبيفضلوا يقولوا لها ما تخرجيش تاني من غير ما تقولي لنا. وبتسمع الكلام وبتقول لها حاضر مش هخرج تاني غير لما اعرفكم. لكن في نفس الوقت بتكون ستيفاني عاوزه ترجع جثه اخوها. المهم بنشوف مع بعض تاني يوم الصبح وبنشوفهم ستيفاني وهي بتعمل اكل لبنتها ستيفاني. وفي الوقت ده ستيفاني بتتكلم مع امها وبتقول لها مش حرام عليكي تسيبي بنتك الصغيره وتمشي؟ انت ليه مشيتي وسبتيني لوحدي؟ لكن امها ما بتعرفش ترد عليها، فبتقول لها ما كانش بايدي، انا كنت بحسب ان الوحش خطفك فما كنتش اعرف ان انت موجوده. فستيفاني بتقول لها على فكره الوحش لسه في الغابه ومش هيسيبنا في حالنا وهيفضل يهاجم فينا علشان هو ما بيحبش اي اصوات تبقى جنبه، واحنا اكيد هيجي يوم وهنعمل اصوات. وبتقول لها كمان لما الوحش يجي البيت لازم ما نعملش صوت خالص ونحط كلنا ايدينا على بقنا علشان ما نعملش اي صوت. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف مع بعض جثه اخوها بول وبترجع البيت تاني من الشباك، وبتكون قوه غريبه جدا والشباك بيتدمر. وفي اللحظه دي ابوهم وامهم بيحضنوا بعض وبيزعلوا جدا لان دفن ابنهم ما كانش سهل عليهم خالص وما كانوش عاوزين يعملوا كده. لكن الغريب بقى ان الموقف عدى على ستيفاني عادي خالص وكأن مفيش حاجه غريبه حصلت، وزي ما تكون متاكده ان الجثه دي هترجع يعني هترجع. وبعد كده بنشوف الاب والام وستيفاني وهم بياكلوا بتسال ستيفاني ابوها وبتقول له هو العفريت هو اللي رجع جثه بول تاني؟ فبيقول لها ابوه ايوه مفيش غيره من الكلب ده، مش عارف هنعمل معاه ايه تاني. وبيقول لها كمان ان شكله العفريت ده هيفضل يرخم علينا. وبعد شويه ستيفاني بتخش الاوضه بتاعت امها من غير ما حد منهم يعرف، وبتلاقيها مجمعه مقالات كتيره جدا، والمقالات دي بتاعت اطفال عملوا جرايم صعبه جدا. وستيفاني بتفتح كتاب تشريح للدماغ وبتعرف ان امها مهتمه جدا بحوارات التشريح دي. لكن في نفس اللحظه دي امها بتخش عليها الاوضه، لكن ستيفاني بتقدر تستخبى منها تحت الترابيزه من غير ما امها ما تشوفها.
وبعد كده بنشوف ام ستيفاني ولما بتشوف كتاب التشريح قدامها بتتنرفز جدا وبتتعصب وبترميه في الارض. وبعد كده بتخش ستيفاني علشان تاخد دش وابوها بيخش عليها الحمام وبيتكلم معاها وبيقول لها ان العفريت ده مش موجود خالص وهو موجود في دماغك وتفكيرك انت بس، ولازم تشيلي اي تفكير من دماغك وتسيطري عليه علشان هو ما يجيش تاني خالص. ستيفاني بتقول له حاضر وبتقول له مش هفكر في اي حاجه تاني. وبعد كده بتساله هو انت سبتني لوحدي ليه وازاي اصلا؟ فبابا بيقول لها ان انا مشيت وسبتك علشان انا كنت خايف جدا ومش عارف اساعدك ولا خلي بالي منك خالص. وبعد شويه بتروح ستيفاني وبتسمع ابوها وامها بيتكلموا وبيقولوا ازاي هنسيطر عليها، وبتسمع ابوها كمان وهو بيكلم امها وبيقول ان ستيفاني عاقله وهتعرف تسيطر على نفسها. امها بتقول له مفيش الكلام ده، انا حاسه ان بنتي عكس كده وعاوزه اكشف على دماغها. لكن ابو ستيفاني بيقول لها انسي الكلام ده، انا مش عاوز اخسر بنتي. في اللحظه دي بيكون ستيفاني سمع كل الكلام ده لكن مش بتهتم وبتخش اوضتها وبتنام. وبعد كده في نفس اليوم ده وهي نايمه بتحلم ان في صوت غريب جدا جاي من ناحيه الباب. لما بيطرب ستيفاني ان الباب بيتقفل وبتخاف جدا، ولما بتفتحه بتشوف ابوها وهو شكله مرعب وشبه العفاريت. وفي نفس اللحظه دي بتصحى ستيفاني وهي مرعوبه جدا من الحلم ده وبتبقى حاسه انه حقيقه وبتروح تقف قدام نفس الباب. لكن في الوقت ده ابوها وامها بيجوا لها وبيحضنوها وبيطمنوها وبتقول لابوها انا حلمت بحلم وحش جدا وحلمت ان العفريت بيقتلك. في اللحظة دي أبوها بيخاف وبيبص لمراته اللي هو إيه هنعمل إيه يعني، لكن بعد كده بتيجي قوة هوائية غريبة جدا وبتخطف أبوها. وبعد كده أمها بتمسك ستيفاني وبتخاف عليها جدا وبيخشوا هما الاتنين يستخبوا في الدولاب. هما الاتنين مرعوبين جدا وستيفاني بتقول له أمها حطي إيدك على بقك علشان ما نعملش أي صوت خالص. وبعد شوية لما الدنيا بتهدى أمها بتخرج علشان تطمن على الوضع، ولما بتلاقي كل حاجة هديت وزي الفل بتقول لستيفاني اخرجي خلاص العفريت مشي. لما ستيفاني بتخرج من الدولاب في نفس اللحظة دي بتيجي نفس القوة الهوائية الغريبة وبتخطف أمها هي كمان للجنينة. في نفس الوقت ده ستيفاني بتتضايق جدا وبتزعل جدا وبتخاف وبتروح تاخد فرانسيس معاها وبتنط من الشباك. ولما بتقع رجليها بتوجعها قوي لكن بتيجي على نفسها يا عيني وبتحاول تطلع على السلم تاني علشان ترجع بيتها. وفي نفس الوقت ده بيظهر ابوها وامها وبيحاولوا يوقفوها لكن بتيجي قوة غريبة جدا وبتسحب ابوها وامها وباين كده القوة دي طالعة من ستيفاني. لكن امها خلاص بتجيب كل اللي عندها وبتشد ستيفاني من على السلم بكل طاقتها. وفي نفس اللحظة دي بيظهر وحش ضخم جدا ليه مخالب وبيكونوا خايفين جدا وامها بتحاول تطمن ستيفاني وبتقول لها ما تخافيش، لكن ستيفاني ما بيكونش عارفة تسيطر على نفسها خالص ولا عارفه تهدى. في نفس اللحظه دي امها بتطلع منديل فيه مخدر وبتنيمها وبمجرد ما ستيفاني بتتخمد كل حاجه بتهدى خالص والوحش ده بيختفي في نفس اللحظه. وبتفضل امها تقول لها انت الوحش انت الوحش اللي منك لله. وبنشوف مع بعض تاني يوم الصبح وبنشوف امها وابوها قاعدين مع ستيفاني. ابوها بيبدا يتكلم معاها وبيقول لها ان في وحش بيتحكم فيكي وعايش جواكي وبيبتدي ينيمها مغناطيسي وبيقول لها احكي لي عملت ايه مع بول. وفي اللحظه دي بتتكلم معاه وبتقول له في يوم واحنا بننحت القرع في عيد الهالوين فضل يرخم عليا قوي وانا ما كنتش طايقاه ولما ضايقني غصب عني قتلته بقوه غير مرئيه من غير ما اقصد. لما ستيفاني بتتكلم الكلام ده صوتها بيتغير وبتبدا تتحول والدنيا معاها بتبوظ خالص. في اللحظه دي امها بتخاف جدا وبتديها حقنه المخدر وبتقرر انها تكشف على دماغها. وبعد كده بنشوف ابوها وامها وبياخدوا ستيفاني في غرفه العمليات علشان يفتحوا لها دماغها وبتبدا امها تفتح دماغها وابوها على قد كده بيكون خايف على ستيفاني وبيحاول يمنع امها. لكن امها بتقول له مش عاوزاك تقلق خالص ودي الطريقه الوحيده اللي هنقدر ننقذها بيها. لكن في نفس اللحظه دي ستيفاني بتفوق من المخدر وبتقول لهم مفاجاه مش كده وبتكون ستيفاني الوحش جواها في اللحظه دي وبتبدا تدمر في غرفه العمليات. بعد كده بنشوف مع بعض ابوها وهو زهقان ومخنوق جدا علشان بيسمع الناس بيقولوا في الاخبار ان العمليات اللي اتعملت في الاطفال دي بتفشل دايما واي دكتور بيحاول يعمل العمليه دي بيموت. وبيقولوا كمان ان الحل الوحيد للاطفال دي هو الموت ومفيش اي حل تاني غير كده. وبنشوف مع بعض تاني يوم الصبح ستيفاني وابوها وستيفاني بتتعامل والدنيا جميله معاها خالص واكن مفيش اي حاجه حصلت وناسيه كل حاجه. لكن في نفس الوقت ده ابوها وامها قرروا ان هم يموتوها ومحضن لها العصير اللي هي بتحبه وجواه سم قوي جدا. بعد كده بنشوف ستيفاني وابوها ماشيين مع بعض في الغابه والاتنين بيتكلموا مع بعض ومفيش اي حاجه لكن ابوها معاه العصير ولما بيديها العصير علشان تشربه ويخلصوا منها ولسه ستيفاني هتشربه في اللحظه دي بتتحول والعفريت اللي جواها بيحضر والقوه بتاعتها بتبدا تشتغل وبترمي العصير في الارض ووشها بيتحول للون الازرق وبيكون شكلها مرعب جدا. وقال ايه كنت صعبانه عليا علشان ابوكي وامك سايبينك. المهم ستيفاني
ستيفاني بتفضل تضرب في ابوها وبتجبره ان هو يدافع عن نفسه، وبيطلع المسدس بتاعه بيفضل يضرب فيها كذا طلقه. بعد كده بنشوف ابوها لما بيرجع البيت بيكون زعلان جدا وندمان انه قتل بنته وبيفضل يعيط جدا. وبنشوف مع بعض ابوها تاني يوم وبيخرج من الباب وبيشوف ستيفاني واقفه قدامه قصاد الباب، واول ما بيشوفها بيتصدم وبيخاف جدا، وبيكون جايه ستيفاني وناويه على شر وبتستخدم القوه بتاعتها وبترمي ابوها في الارض. بعد كده بتروح للحمام عند امها، وامها اول ما بتشوفها بتخاف منها جدا وبتفضل تصوت، لكن ستيفاني بتمسك امها وبتفضل تضرب فيها وبتحدفها في الحيطه دي والحيطه دي من غير رحمه خالص. وبعد كده ستيفاني بتمسك سكينه وبتروح تضرب بيها ابوها وبتموته، وكمان من كتر الضرب في امها بتموت هي كمان. ولما بتموتهم بتقول لهم انتوا الغلطانين، ما كانش المفروض ترجعوا تاني. وبعد ما كل ده بيحصل ستيفاني بتدمر البيت بتاعهم كله بالقوه بتاعتها، وبتسحب جثث ابوها وامها بره البيت وبتوديهم جنب جثه اخوها بول. بعد كده بتروح ستيفاني وبتدمر كل البيوت اللي في المدينه، والظل بتاعها بيكون على هيئه وحش ضخم جدا. وبعد كده بنشوف كوكب الارض وهو كله مدمر، وبنعرف ان في اطفال كتيره جدا زيها بيدمروا في الكوكب. وبنتهي فيلمنا على كده. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تبخلش علينا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتيره جايه قريب، واشوفكم على خير ومع السلامه.